طيب، مساء الخير، يا رب تكونوا بخير. احنا المفروض يعني الفيديو ده كان هيكون على جوجل ميت، نكون كلنا مع بعض، بس حصل ظرف غريب ان الواتساب لوجد، وحتى اللينك بتاع جوجل ميت ما كانش شغال. ولكن رغم كل اللي حصل ده، فاحنا برضو مش هنلغي اللي احنا كنا ناويين نقدمه، وهي المحاضرة عن التحنيط في مصر القديمة. بداية، عشان معرفنيش، أنا اسمي عماد طارق، طالب آداب تاريخ جامعة حلوان. آه، بحب طبعا تاريخ مصر القديم، ممكن بقالي 3 أو 4 سنين ودرسته بعمق. وعشان كده لقيت إن كل واحد ربنا مثلا بيديله موهبة إن هو يتكلم عن حاجة أو حاجة بيحبها، فلازم يساعد الناس أو يقدمها للناس بصورة كويسة. فعشان كده حبيت إن أنا أقدم تاريخ والآثار الخاصة بالحضارة المصرية القديمة بطريقتي يعني. وأتمنى طبعا إن يكون حاجة مفيدة ليكوا، وتكون حاجة فارقة معاكوا جدا. طيب، بداية كده، في ناس ايه اللي خلانا نختار موضوع التحنيط كأول موضوع نتكلم عنه. التحنيط، الناس لحد النهاردة فاكرة ان هو سر، محدش عارف يعني ايه التحنيط او ليه الفراعنة حنطوا. وكل شوية يقولك سر التحنيط، سر التحنيط، وزئبق احمر، وقصص كده دايرة بين الناس. واحنا يعني والحمد لله عرفنا سر التحنيط ده من بدري، هو ما اصبحش سر خالص دلوقتي. لكن لسه في عقل المصريين ان لا، ده لسه سر. ده طبعا جهلهم بالتاريخ والبحث العلمي والكلام ده كله. هو يعني اخره بيشوف صورة الموميا مثلا على فيسبوك، او لو راح متحف وشافها خلاص، هو بالنسبة له ده بيكون إعجاز. ولكن الحقيقة إن التحنيط إحنا عارفين خطواته وأدواته والمواد والأسباب بتاعته وكل الكلام ده كله. إحنا اخترنا 10 نقط يلخصوا لنا موضوع التحنيط في مصر القديمة ده. سريعا كده: المعنى الفلسفي، والمكان، والطريقة، والسعر، والمدة، الآلهة المرتبطة بالتحنيط، خطوات التحنيط، أدوات التحنيط، مواد التحنيط، التمائم، الحيوانات المحنطة. وفي الآخر اخترنا متحف التحنيط. انت ممكن تلاقيهم أكتر من 10، لكن لأ، في كذا نقطة بيبقوا مع بعض في نقطة واحدة. المهم لما نيجي نتكلم عن التحنيط، المعنى والفلسفة، فهو هدف المصري القديم من التحنيط هو الحفاظ على الجسد. يعني إيه؟ مصر القديم اعتقد إن جسمه ده شيء مقدس جدا 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 جدا، ما ينفعش إن هو يفسد، ما ينفعش إن هو يزال، لأن هو كان مؤمن بالبعث. فلما تيجي الروح تبعث، هتسكن فين؟ ما هو الجسد كده فنى. فده كانت رغبة المصري القديم في الأول من التحنيط. حتى هو في بداية عصور ما قبل التاريخ ما بدأش التحنيط بمواد كيميائية وعمليات جراحية وأدوات والكلام ده كله، لأ، ده كان بيدفن المتوفي في رملة جافة. تمام. فكان طبعا الجفاف ده كان بيحافظ على الجسم، غير الرطوبة تخليه يساعده في تكوين البكتيريا، فالجسم يعفن. لكن الجفاف هيخلي الجسم ينشف، يمتص منه المية، ولكن مش هيتحلل يعني. دي كانت أول طريقة للحفاظ على الجسد بالنسبة للمصري القديم. فعرفنا إن التحنيط هو وسيلة أو اختراع من المصري القديم إن هو يحافظ على جسده، عشان في البعث يلاقي جسده تاني، يعرف يتعرف عليه، يعرف يرجع للحياة مرة أخرى. لما نيجي نتكلم عن أصل كلمة تحنيط، هي ليها أصل لاتيني، كلمة موميفيكيشن، اللي استخرجنا منها اسم موميا. وتحنيط جت من اسم حنوط، واللي جه منها برضو اسم حنوتي. تمام. آه، حتى في مقولة للمصري القديم، في نصوص الأهرام بيقول إن الروح مستقرها السماء، غير الجسد مستقرها الأرض. اللي هي في نصوص الأهرام، هو عارف إن الروح مكانها في السماء، إن هي بتتطهر في السماء، إن هي تكون مع الآلهة في السماء، ولكن الجسد هو هيفضل في الأرض، مش هيقدر ياخد الجسد ويطلع بيه فوق. المصري القديم فصل الجسم بتاعه، أو فصل شخصيته، أو فصل كينونته، قسمها لأجزاء زي الجسد والقلب والاسم والظل. والجوهر بتاعه قسمه للقرين والروح وحاجة اسمها النورانية. طب ايه التقسيمات والكلام ده كله؟ هنقولها بالتفصيل. الجسد غط، اللي هو غط باللغة المصرية القديمة، اللي هو الجسم المادي.
الملموس. القلب اللي هو إيب اللي هو قلب الإنسان. وطبعا المصري القديم عرف يفرق بين القلب المادي والقلب اللي هو المشاعر أو الرغبات. الاسم اللي هو رن، وده بيميز الإنسان، ده اسمه فلان وده اسمه كذا كده يعني. والظل اللي هو شو. القرين والروح ده فرق ما بينهم. القرين ده الروح اللي هي روح الإنسان العادية. القرين برضه احنا بنسمع عنها يعني تفاصيل في خصوص في علم اسمه علم الأرواح أصلا بيتكلم في الموضوع ده، ولكن هو مش ضروري بالنسبة لموضوع التحنيط أوي. فلما نيجي مثلا نبص للجسد نقول إن مصر القديم آمن إن الإنسان أصله من طين وقش والإله اللي خلقه. يعني إيه؟ إحنا في كأديان سماوية مقتنعين إن الإنسان اتخلق من طين. نفس الفكرة عند المصري القديم، كان قال إن الإنسان اتخلق من طين وقش، والإله نفسه هو جزء من الإله. حتى هو خفي الإله خنوم اللي هو بياخد شكل تمساح وليه زي قرنين كده. بيتحط دايما قدامه عجلة فخاري اللي هو العجلة اللي بيتعمل عليها الفخار، والإله خنوم ده هو اللي بيكون شكل الإنسان. فنلاقي مثلا في أنشودة رع إنني إله كامل ولا يوجد جزء من أعضاء جسمي بلا إله. يعني إيه؟ هو مش بيشبه نفسه، هو بيقدس جسمه، ده بيقدس نفسه. ودي حاجة لأن هو بيعرف قيمة نفسه، عارف إن هو مميز من بين كل الخلائق. يعني هو المصري القديم كان مطلع جدا على الكون وكل السماء والأرض والبحر. عارف كل المخلوقات دي، فعارف إن هو مميز فيهم، وعارف إن في علاقة بينه وبين الإله. عشان كده قدس جسمه جدا. مثلا لما نيجي نتكلم عن البعث في كتاب الموتى التعويذة رقم 89 تلاقيه بيقول ايه: هذه هي روحي تعود إلي من حيث أتت لكي ترى جسدي مرة ثانية وتقف فوق موميائي. تمام. لما نيجي نبص لمكان التحنيط كان ليه كذا مسمى: وعبت وإيبو وبرنفر. برنفر يعني بيت الجميل، أو البيت اللي بتطلع منه شكلك جميل أو بيحافظ على شكلك جميل. المكان اللي بالنسبة له يعني دايما المصري القديم كان بيعيش حياته مش للحياة نفسها، بيعيشها للآخرة، بيجهز الآخرة. دايما أي ملك تلاقيه أول ما بيمسك مصر بيجهز المقبرة بتاعته، بيجهز محتوياتها وبيجهز النقوش وبيجهز عشان هو كان بيشوف جماله الحقيقي في في ان هو شكله في العالم الاخر. اتكلمنا عن التحنيط واتكلمنا عن الفلسفة بتاعته، ليه المصري القديم فكر في كده وازاي، وعدينا بالاسباب وازاي المصري القديم كان بيشوف جسمه او كان بيشوف نفسه او كان بيشوف سبب وجوده او ازاي انه يحافظ على نفسه. نخش في التفاصيل المهمة العلمية. نتكلم عن التحنيط اللي شافه هيرودوت لما جه مصر وأرخ لما كان بيشوف نماذج التحنيط، العادات. هيرودوت اتكلم كتير عن مصر في كتاب موجود دلوقتي اسمه هيرودوت يتحدث عن مصر، المركز القومي للترجمة. كتاب جميل جدا. هيرودوت وضع 3 نماذج، أو كان المصري القديم هو اللي وضعهم وهيرودوت اتكلم عنهم. 3 نماذج للتحنيط: النموذج الكامل اللي هو التحنيط طبقا للخطوات اللي هي معروفة الصحيحة، وده اللي وصلنا له أصلا في الدولة الحديثة. نموذج الطبقة المتوسطة إن هم الناس اللي هم مش مثلا في غنى الملوك أو الوزراء أو الناس اللي عندهم مستوى عالي في المجتمع. وتحنيط الفقراء اللي هم الناس البسيطة اللي هم مش معاهم إن هم يتحنطوا أو إن هم يدفعوا تمن ده، إن ده ما كانش بيقدم مجانا. لا، انت طبعا كان في ادوات، كان في كذا شخص بيتم في عملية التحنيط دي، ومواد كتير وغالية وخطوات كتير. يعني الموضوع ما كانش سهل عند المصري القديم، عشان كده كان بيبتدي ان هو يحضر له. زي مثلا ما ذكرنا ان الملك كان بيبدأ من فترة حكمه ان هو يجهز المقبرة بتاعته. زي خوفو مثلا لما جاي يبني الهرم بتاعه، مسك الحكم اول ما بدأ راح رسم وحدده المكان وعمل الطريق الصاعد بدأ يبني الهرم وبدأ يبني المعابد اللي حواليه وعمل المجموعة الهرمية بتاعته.
لما نيجي نتكلم عن النموذج الكامل اللي هو استخدام المواد التحنيط الكاملة، الراتنج، الكتان، الملابس، العطور، حتى الصندوق البردي، كان دايما الشخص اللي معاه مقتدر ماديا كان بيتكفن أو بيتحنط بطريقة مميزة. وده اللي بيخليك تشوف فرق بين الموميات وبعضها. لما تروح متحف تلاقي موميا مثلا مربوطة صح ومتلونة وفي قناع وفي نقوش، تلاقي موميا لأ بهدلة شوية أو مفيش نقوش، أو ده اللي بيفرق طبعا من موميا للتانية. آه، طبعا بيختلف الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة. الطبقة الفقيرة كان يدوبك بس إن الجسم بينضفوه بالمية، بعد كده يتحط في ملح النطرون، بعد كده ممكن كمان ما ينزعش الأحشاء، آه، وي- آه، ويحط شوية من العطور ويلف بالكتان وخلاص. يعني هو الموضوع ما كانش بياخد حقه زي النوعين التانيين من التحنيط. ديودور الصقلي اتكلم عن تحنيط الفقراء، يعني الطبقة الفقيرة. كان بيدفع بالعملة، يعني ما يعادل في السنة اللي كتب فيها الكتاب أو الملحوظة دي، اللي هو كتاب دكتور أحمد صالح، احنا محضرين منه طبعا الموضوع بتاع النهاردة، اسمه التحنيط. قال إن في الفترة دي كان عامل 235 جنيه مصري. فأنا حبيت أعمل حسبة حلوة أوي كده. احنا لو قلنا إن سنة 2000 كان الجنيه عامل 5 دولار، يعني كان أيام لسه حسني، كان الدولار كان فيه 5 جنيه 7 جنيه، حاجة زي كده. فأنا حسبت حسبة كده، مثلا لو قلنا إن الجنيه ب5 دولار، فأنت تضرب في 5 في 50، يعني تمسك الرقم اللي هو 235 ده تضربه في 5، هيديك 1175. في 50 هيديك 58750. يعني أنا النهاردة لو عايز أعمل لحد تحنيط بسيط جدا مش التحنيط الكامل، هيكلفني 58750 جنيه. الحسبة دي قد يعني ايه تكون صح وقد تكون مغلوطة شوية، لأن أنا مش ما كنتش عارف طبعا سعر الدولار وقتها، ولكن حطيت سعر تقريبي يعني. وحبيت إن أنا أشوف فعلا هل الموضوع كان مكلف. إن لو إحنا لسه بنحنط النهاردة عندنا الفلسفة دي، كنا هنتعامل إزاي مع الموضوع؟ يعني دلوقتي في أشخاص اللي هو بعد الشر عنكم طبعا، الناس مثلا لما بيبقى حد متوفي مثلا بيجيب صندوق، واللي بيجيب مثلا كفن، بيجيب شوية عطور، الحاجات دي. لكن الموضوع يعني بيبقى متلمع على الضيق. لكن لما تتكلم ان في تحنيط وبيقعد 70 يوم، فلا، الموضوع كان بالنسبة لنا حاجة تانية جدا. لما نيجي نتكلم عن أدوات التحنيط، ممكن نقول أسامي المواد نفسها، مثلا زي الصبغة الحمراء أو شمع النحل أو المر أو ملابس كانوتية أو قناع أو زيت الأرز. القناع ده اللي هو القناع اللي بيبقى عليه ملامح الوجه، وده استخدموه مصر القديمة عشان برضه لو حصل إن الوش ملامح اتغيرت القناع لأ تروح لما تيجي تعرف إن ده الجسد بتاعها. هو مصر القديم حاول كتير أوي في حتة الجسد دي أو حتة التعرف دي. يعني مثلا كان يكتب اسم الشخص على باب المقبرة أو على باب وهمي أو على التابوت أو على الموميا، غير إن هو يرسمه على الجدران، غير إن هو يحط له قناع. اللي هو كان يحافظ جدا 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 إن الروح لما ترجع تعرف إن دي الجسد بتاعها، لأن لو ما عرفتوش خلاص الشخص ده هلك، خلاص ملوش بعث. تمام. في الكتاب ذكر أسعار الحاجة دي، هتلاقيها في يعني في عملة كده اسمها أوبل وترخامة. مثلا لو هنتكلم مثلا إن الملابس الكهنوتية دي بالسعر لو في سنة 2000 هتبقى عاملة 522 جنيه. طبعا هتعمل الضربية دي وتشوف يعني الأسعار بتديك فكرة إن الموضوع التحنيط كان لازم إن الشخص بيجهز له من قبلها، إن هو ما كانش آه، مسموح بيه لكل الناس، او مش كل الناس كانت تقدر عليه يعني. مدة التحنيط تختلف العلماء فيها. في ناس قالت ان هي 300 يوم، وفي ناس قالت ان هي 70 يوم. آه، لكن الاختيار الصح هو ان مثلا زي ما حصل مع وعرفنا من العهد القديم مع يعقوب ويوسف في الإصحاح ال50، إن هو أخد 40 يوم واتدفن بعدها ب30 يوم. ال40 يوم كما للمصريين اللي هو ال40 يوم اللي بيدفن فيه في ملح النطرون، وده هنعرفه في الخطوات بتاعة التحنيط يعني.
وفي كمان بردية لشخص يدعى آني إم حر في المتحف المصري. تمام، اتكلم فيها بقى التواريخ، هو اتوفى امتى، دخل بير نفر امتى، قعد في محي ناطور مثلا قد ايه، بعد كده جهز امتى، راح دفن امتى، شوية تواريخ كده متفصلة في الكتاب برضو، عشان بس ما نملاش ذهنكم يعني عايز اللي يعلق معاكم المعلومة الأهم، اللي هو الأسامي المهمة يعني. فاحنا ما كناش عارفين هو ايه الصح، لكن استقرينا طبعا بالآثار وبالتاريخ نفسه كمثلا عهد قديم، أو كبآثار زي البردية اللي احنا اتكلمنا عنها، إن لأ هما 70 يوم. وهنعرف قدام إن ال70 يوم دول متقسمين 40 و30. 40 يوم بيقعد فيهم في ملح النطرون، وال30 يوم بيقعد بيدهنوه بقى طبعا، ويتلف بالكتان، وإن هو بيقعد يتلف أكتر من 12 لفة، وحوارات يعني كتير هنعرفها قدام في خطوات التحنيط يعني. في طبعا آلهة مرتبطة بالتحنيط، إن الموضوع بالنسبة للتحنيط كان طقس ديني، يعني على مدار ال70 يوم ده كل خطوة كان بياخدها المصري القديم، هم حوالي 13 خطوة. كان المصري القديم بيربط ده بعقيدته، بدينه، بالآلهة بتاعته، بالطقوس، بالكتب. كان كل كاهن ليه وظيفة، كان في شخص مسؤول عن التغسيل، في شخص مسؤول عن القطع، في شخص مسؤول عن ملح النطرون، عن العطور، عن التكفين. ما كانش الموضوع ان حد بيدخل مثلا زي دلوقتي ان الشخص يعني بيغسل المتوفي ده كده خلاص، لا. هما 8 آلهة مرتبطة بالتحنيط، وهو الإله أوزوريس وإيسيس ونفتيس وأنوبيس. احنا عارفين الايه الأربعة دول، إيزيس وأوزوريس ونفتيس اللي هي أختهم، وأنوبيس، وأولاد حورس الأربعة اللي هو حابي ودوا موت إف وميستي وخرع سنوف. تمام. آه، دول برضو أكيد انتوا عارفين إن بيتحط شكلهم على الأواني الكانوبية اللي بيتحط جواها الأجزاء أو الأجهزة اللي جوه جسم الإنسان. وطبعا التحنيط هو اللي عرفنا إن المصري القديم كان عنده علم بالتشريح. وقدام إن شاء الله في مرات جاية هتعرفوا أو هنعرف مع بعض إن المصري القديم كان متقدم شبه في كل العلوم حرفيا. آه، يعني كان قدر إن هو يعمل عمليات، وقدر إن هو يصنع أطراف صناعية، وقدر إن هو يعمل زي تحاليل. المصري القديم كان مبدع 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 مبدع. فلما يجي نتكلم مثلا إن نخش على طول مثلا في خطوات التحنيط، ده الموضوع الشيق. لما نيجي نقول إن الخطوة الأولى هي الغسل والتطهير بالمية وملح النطرون، المصري القديم كان نضيف لأبعد درجة، لدرجة إن هو انتوا أكيد عارفين إن في المعابد في حاجة اسمها البحيرة المقدسة. كان المصري القديم بيغتسل ويتوضى فيها، يعني يمكن أقل حد ممكن بيتنضف كل يوم أو بيستحمى كل يوم 4 مرات لحد 7 مرات. يعني كانت قبل كل طقس ديني كان لازم بيتوضى أو يستحمى، أو الملابس بتاعته بالذات كان مضاف جدا جدا جدا، والرياضات تتكلم عن الموضوع ده. فطبعا جايله متوفي لازم بيتم الأول الغسل، تمام، من أي طبعا أتربة أو من أي حاجة متعلقة بجسمه، فالجسم يبقى نضيف، وبادئ لعملية الإيه التحنيط، لأن التحنيط هو برضه عملية يعتبر شبه عملية جراحية، أو هو عملية جراحية أصلا. الخطوة التانية وهي الأهم، وهي دايما البداية في كل شيء، هو نزع أنسجة المخ. طب كان ده بيحصل إزاي؟ كان بيجي عند المناخير، بيجي حاجة نقدر نقول زي خطاف، يعني عصاية نحاس رفيعة لآخرها خطاف طولها حوالي 40 سنتي، وكان بيدخلها من المناخير ويبتدي إن هو زي ما بنقول بالعامية كده ينخور، اللي هو يقطع أنسجة المخ. مش عايز حد يعرف يعني إن هو ده حقيقي. آه، ويبتدي بعد بقى هو أصلا المخ يعني جزء رخو، فبعد ما يفككه كان لا اما بيخرجوا من نفس الفتحة اللي هي في الانف، لا اما كان بيجي كده لو حد حط ايده براسه من ورا، تمام، اخر راسه يلاقي الحتة دي مش ناشفة زي الجمجم. هو كان بيجي يفتح تقدر تقول زي كده أجنة وشاكوش، يفتح جزء كده. دي لقينا زيها في مين؟ في توت عنخ آمون. واحنا كنا شاكين ان توت عنخ آمون مات بسبب دي، ان دي بلطة نزلت على دماغه زي ما لقيناه في سفن امرأة.
لكن لا، دي مش غلطة، دي كانت حاجة تخص التحنيط. فكان يفتح الجزء ده وكان يحط حاجة من الاتنين، يا راتنج يا النبيذ. وجميل أوي إن احنا عرفنا إن النبيذ اللي كان بيستخدمه المصري القديم اللي هو نبيذ البلح كان بيبقى فيه حوالي 14% كحول إيثيلي، وده طبعا احنا عارفين الكحول اللي بيستخدم في التطهير. كان ينظف المخ من جوه أو الجمجمة من جوه من الكلام ده كله. وفايدة الراتنج أو المواد الشمعية أو الصبغية إن هي بتقفل المسام، فما كانش يدخل بكتيريا أو ما كان يوقف ده عملية التعفن. تمام. وعايز أخليكم فاكرين إن المية دي أو النبيذ ده ما كانش بيترمي. يعني الأدوات أو الأجزاء اللي هي من جسم الإنسان ده، شوفوا من كتر ما هو بيقدس جسمه وعارف إن هو غالي جدا، ما كانش بيرمي المية دي أو النبيذ ده. هقولكم كان بيعمل إيه في الآخر. بعد كده كان ممكن في حاجة اسمها حشو، كان بيحشي مثلا جوه الدماغ بكتان عادي عشان يمتص المية، أو بعد كده كان يحط كتان في راتنج أو في شمع ويسيبه جوه الجمجمة كخطوة من خطوات التحنيط يعني. خطوة يعني احنا قلنا دي الخطوة التالتة. الخطوة الرابعة هي التجفيف بملح النطرون. ملح النطرون كان بيجي من 3 أماكن: وادي النطرون كلنا عارفينه، ونقراش في الدلتا، والكاب اللي هي في إدفو. تمام. معروف الملح بيمتص الرطوبة أو المية، فكان بيتحط على لوح كده مثلا من الحجر، هتلاقوه في المتحف المصري لما بتخشوا على ديكو الشمال جنب الهرايم الأسود. تمام. ويتحط عليه، يتغطى كله ملح نطرون يتساب قد ايه؟ يتساب 40 يوم. ودي جت من بعدها عادة ال40 دلوقتي. يعني ممكن برضو في آخر الفيديو أكلمكم في الموضوع ده. هو إن المصري القديم كان هو والمصري الحديث واحد يعني. كمان كلامنا كنا بنقول إن المصري القديم هو المصري الحديث واحد، هما نفس الشخص، هما نفس الفكر، نفس كل حاجة، إن ده حفيد ده وده ابن ده أو ده جد ده. طب ازاي لما نيجي نقول دلوقتي مثلا احنا ليه عندنا اسبوع؟ ليه مثلا بنحتفل بمرور 7 أيام بعد ولادة طفل جديد؟ ليه مثلا بيجي بعد تالت يوم أو ال40 يوم أو السنوية بنفتكر الشخص ده أو بنروح نقدم واجب العزاء؟ ليه مثلا في حاجة برضه هكلمكم عنها في آخر الفيديو، ليه مثلا بنحط عيش ومية وملح وكده في المقبرة أو في العين اللي هيدفن فيها الشخص؟ ممكن كتير ناس ما تعرفش الموضوع ده. ليه تابوت؟ ليه حاجات كتير قوي ده، لأن دي عادات احنا واخدينها من المصري القديم. دي عادات رغم ان اتغيرت اللغة، رغم ان اتغيرت الثقافة، رغم ان الزمن اتغير جدا جدا جدا، شكل البيئة نفسها اتغيرت جدا، ولكن يظل جوه كل المصريين شخصية المصري القديم مهما كان. اي حد مننا هيكون اصله جده هتلاقيه، سواء كان ملك، سواء كان وزير، سواء كان كاتب، سواء كان فني، سواء كان عامل، كان كله قدره محفوظ جوه كيان كيميت او مصر يعني. فنرجع تاني لموضوعنا، وهو ان ال40 يوم بيفضل محفوظ في ملح النطرون. بعد ال40 يوم دول بيطلع طبعا الجسم خف اكتر من تلتين وزنه، لان هو الجسم حوالي 48% منه مية، 68% منه سوري. فبنتجه بعد كده خطوة اللي هي دهن الجسم بالدهون والزيوت العطرية. دهون عشان مثلا تتقفل، تمام، خلاص بقى حاجة مصمطة كده كأنه تمثال. زيوت طبعا عشان تديله ايه، ما يبقاش فيه ريحة وحشة او حاجة زي كده. الخطوة السادسة والأخيرة، أو يعني أخيرة في النقطة دي، إن هو التكفين. المصري القديم كان بيكفي بالكتان كتير أوي، يعني في موميا منها وصل إن اتلفت ب375 متر من الكتان كان بيتوصل. المصري القديم كان بقى بيكفن ازاي؟ زي ما احنا برضو، يعني احنا مش زيه بالظبط. يعني مثلا كان بيقفل الفم بالراس عن طريق لفافة، كان بيحط حاجة تحت الرقبة، كان بيلف الإيدين والرجلين، بعد كده الجسم، بعد كده يلف الموميا كلها والجسم كله يعني.
فبعض الاشياء موجودة النهاردة وبعضها لا، يعني احنا مش بنلف الكتان، احنا بيبقى فيه زي الكفن اللي حضراتكم عارفينه يعني. وكان بيسد دايما الفتحات اللي في الجسم، لان هو كان بيخاف ان تكون مدخل للارواح الشريرة. تمام. يعني مثلا في أنف رمسيس التاني لقينا حبايتين فلفل اسود. وده يعني بما انكم بيفهم شويه في المطبخ عارف ان الفلفل الاسود بيشيل الزفاره يعني. وطبعا اي آه جسم اتعمل فيه كل الحاجات دي فهيكون في مكان دم او مكان عفونة او حاجه زي كده، فده بيحفظها يعني من الاخر. لما نيجي نتكلم عن المواد المستخدمة في التحنيط، عندك طبعا المية سر مقدس عند المصري القديم، ان هو رمز للطهارة. ده شيء أساسي في طقوس كتير يعني. حتى على جدران المعابد هتلاقي إن في طقس للتطهير، في تقدمة قرابين بالماء، المية واللبن والنبيذ. يعني المية كانت حاجة مقدسة جدا. حتى في الاعترافات، في المحاسبة، لما الميت يقف قدام أوزير يقول له لم ألوث ماء النهر، فده حاجة آه، عارفين قيمة المية جدا وكانوا بيستخدموها في الطقوس بتاعتهم. ملح النطرون ده طبعا عنصر مهم جدا، والمواد اللي ليها رائحة طيبة، ودي كانت بعضها بيبقى جوه مصر وبعضها كان بيجي من بره من لبنان. المواد الصمغية والزيوت والدهون ونبيذ البلح اللي احنا قلنا ان فيه 14% كحول إيثيلي. تمام. لما نيجي مثلا نتكلم عن التمائم، كان المصري القديم بيعتقد ان هي بتحميه وبتعوضه عن بعض الاشياء. بمعنى نلاقي تميمة بتاخد شكل الايب او القلب، فده لان المصري القديم كان القلب يعني كان محنطه، كان بيحطه في كتان، كان يرجعه تاني في الجسم، لان هو عارف، احنا عارفين قصة محكمة الموتى ان بيتحط القلب قدام رشة ماعز والكلام ده كله احنا عارفينه، فما ينفعش ان القلب يفنى يعني او ان هو يتحلل. فكان بيعمل ايه؟ كان بيحط التميمة دي تعوضها للقلب ده. فلنفرض ان حصل اي حاجة، زي مثلا ما احنا بنتكلمش ان كله بيتحمل تحنيط كامل، في فقراء وفي طبقة متوسطة، لكن التحنيط الكامل دول مبيبقوش قالين من حاجة، ودول كمان كده كده بيبقوا مؤمنين نفسهم بتمام والكلام ده كله تعويذ. ف الموضوع لما تقروا الكتاب هتفهموه اكتر او هتاخدوا تفصيل اكبر. هو المهم انك تبقى عارف العناوين الرئيسية. بمعنى مثلا ان كان في موميا لقينا فيها 300 تميمة. يا انت كده كان الموضوع مهم جدا. تميمة بقى طبعا على شكل الايب، تميمة على شكل العنخ، تميمة على شكل الجيت، حاجات كتير جدا. توت عنخ امون نفسه لقينا بين لفاف الكتان بتاعته 143 تميمة. تمام. من التمام دي جعران القلب اللي احنا قلنا ده بديل القلب، عين حورس دي للحماية ومنع من الأرواح، العنخ والجيت. ويعني كان في اللي هو الضفدعة دي ترمز للحياة والميلاد. آه يعني الضفدعة دي هي رب عندهم اسمها حيقات أو عند المصري القديم يعني. ممكن يكون ده شوية كلام مكتوب في الورق متحضر، ولكن دلوقتي هبتدي أتكلم معاكم من واقع، آه من ذهني يعني، أو من معلوماتي بدون بقى ورق أو تحضير. عايز أكلمكم عن الطقوس عند المتوفى، عند المصري القديم والنهاردة. عايز أكلمكم عن متحف التحنيط، وعايز أكلمكم عن الموميا وعلاقتها بلعنة الفراعنة، وعايز أكلمكم عن حاجة ممكن تكون تخض وتضحك في نفس الوقت. ممكن اختار دي عشان هي اسرع حاجة، وفي ناس ممكن تكون عارفاها ولا ناس لأ. لما لقوا خبيبة المومياوات الملكية، لما جم عند موميا الملك رمسيس التاني، هو بياخد وضع أوزير لأنه ملك، اللي هو بيحط ايديه الاتنين على بعض على صدره كده يعني. ف وهما بيفكوا الكتان من عليه، ايد منها اتحركت، الايد اليمين. حتى اللي منكم يروح متحف الحضارة هيلاقي ان دايما رمسيس التاني في ايد حاططها على صدره وايد رافعها شوية. يعني ده لان هو كان متكتف جامد يعني بالكتان وكده، فطبعا لما الكتان ده اتفك ايده اتحررت فاتحركت، فكانوا فاكرين ان الموميا حية. اتخضوا جدا وسابوا الموميا وجروا يعني. علاقة الموميا بلعنة الفراعنة، هو طبعا شكل الموميا ليه رهبة. انت بتتكلم انسان زيه زيك، بياكل وبيشوف وبيتنفس، او كان بقى تمام وبيعيش وبيفكر وي كلام كتير جدا، كان عايش يعني كائن زيه زيك. انت مش بتتكلم عن كائن تاني. فشكله بيكون ليه رهبة شوية.
في ناس بتخاف منها وفي ناس بتتأمل فيها. فبداية بقى اكتشاف المومياوات أو بداية ما بقوا يبصوا لها كده ويقربوا منها أكتر، لقوا إن بتحصل معاهم مواقف زي مثلا إن حد بيموت، حد بيمرض، الكلام ده كله. منا معرفش انتوا، في ناس مؤمنة إن في حاجة اسمها لعنة فراعنة أو مفيش حاجة اسمها لعنة فراعنة. الموضوع بدأ في اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون 1922، لما دخلوا المقبرة على طول من غير ما يستنوا إن هي تتهوى. طبعا كان في أكل وكان في حاجات بقى لها آلاف السنين متعفنة، غير يعني آه، الناس دخلت على طول. لغاية دلوقتي طبعا لما بيفتحوا مقبرة جديدة بيسيبوها تتهوى، ففي منهم اللي خد أمراض، منهم اللي كان أصلا تعبان وتوفى. فارتباط الموميا بلعنة الفراعنة عمل دعاية كبيرة جدا لمصر، وهنلاقيها كتير في أفلام أجنبية. ولكن هما جزئين لا ينفصلوا عن بعض، ولكن هي حاجة مش حقيقية. هو دايما المصري القديم كان عنده أمنيات. يعني مثلا آه، عند توت عنخ آمون لما تلاقي إن هو كان كاتب على العتب بتاع مقبرته أو العتب من فوق، يعني إن الموت سيصل كل من يمس هذه المقبرة. تمام. بعدها تقريبا حوالي 14 واحد من الفريق بتاع كارتر مات في ظروف غامضة يعني. بس دي كانت حاجات صدف، وفي نفس الوقت عملت دعاية حلوة جدا. لحد النهاردة عدى أكتر من 100 سنة عن اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، هو أشهر وأغنى ملك مع إنه عمره حكم مصر حوالي مثلا 10 سنين. غير ملوك تانيين حكموا بالعشرين وأربعين وستين سنة. رمسيس التاني حكم 64 سنة تقريبا. تحتمس التالت إمبراطور عظيم. طبعا دول للأسف المقابر بتاعتهم لأنها منهوبة، غير توت عنخ آمون يعني. ده جزء. بالنسبة للجزء مثلا اللي أنا بشوفه شيق جدا، تعالى نتخيل إن أنا ببص على شخص متوفى حديثا أيام المصري القديم. الشخص ده لسه متوفي طازة حالا. فإيه الخطوات اللي إحنا بناخدها لو كان رجل؟ إن إحنا بناخد زي كارت وبنكتب فيه اسمه، بنكتب فيه تاريخ وفاته، بنكتب فيه التاريخ اللي دخل فيه البير نفر. وبيفضل دايما مرفق مع الشخص ده. وده لأنها كان بيحصل في العصر الروماني والبطلمي العصر المتأخر. أكيد كان بيحصل قبلها، لأن طبعا في الفترات الأخيرة دي كان عدد المصريين بدأ يزيد، فطبعا ورشة التحنيط بقى يخش لها ناس كتير. فما ينفعش حد يتلخبط، ما ينفعش حد يتاخد مكان حد. وبعدين دي مومياوات بتبقى ملفوفة، فمش الشخص اللي هو انت تقدر تكشف عن وشه يعني. خلاص. لو بنت بقى بتستنى يومين او 3 ايام، من 3 ل5 ايام بالظبط. بعد كده بيبتدوا يودوها البير نفر، ويبتدوا يتخذوا معاها اجراءات التحنيط. بنبتدي ان هو طبعا قلنا ايه، نعيد تاني، يتغسل بالمية وملح المطرون. بعد كده بيجي كاهن اسمه القاطع، يجي من عند الجنب الشمال بسكينة كده من حجر، بيقطع حتة حوالي 12 سنتي وبيطلع يجري، عشان كان عندهم اعتقاد ان طالما عمل كده في الجسم مرتبط بإله فإن اللعنات بتيجي عليه. آه، بعد كده بيبتدوا ان هم قلنا طبعا يخرج المخ، يخرج الأحشاء، يبتدي يحطها في ملح المطرون. يحط الجسم في ملح المطرون. بعد كل ده ما ينشف يتحط عليه زيوت وعطور ودهن والكلام ده كله، يتلف بكتان. طبعا الجسم يتلف بالكتان، والأعضاء التانية تتحط في الأواني الكنوبية اللي هي على شكل أبناء حرس الأربعة. وطبعا أصلا الأواني الكنوبية دي كان لها تطور، يعني منكم يروح متحف الكبير أو متحف التحرير هتلاقي أواني كنوبية ليها غطا عادي، وهتلاقي أواني كنوبية ليها شكل آدمي، وهتلاقي أواني كنوبية ليها شكل أبناء حورس. فده طبعا من التطور. آه، كده خلاص المتوفى ده قضى ال40 يوم بتوع في ملح المطرون والدهن والكلام ده كله. بيبتدي بقى يعملوا طقس جنائزي، ان هما بياخدوه من البرنفر يتحط في التابوت بتاعه ويروح على المقبرة اللي هو اوريدي كان مجهزها، والاساس الجنائزي بتاعه مع التمائم بتاعته. بيتحط طبعا اشكال لتقديم قرابين، واحيانا كان بيتحط ادوات للطعام، ويتحط كميات قليلة جدا من الاكل. وده السر اللي بيحصل دلوقتي لما نيجي نتدخل في موضوع ان الشخص بيدفن دلوقتي يعني. لأن
ان هم مؤمنين ان الروح برضو بتتغذى، القوى بتتغذى لكن اقل من الجسم يعني. وبيتدفن طبعا. كل الخطوات اللي بقولك عليها دي بيبقى فيه طقوس والحان وزي ترانيم مصر القديم كان بيرتلها يعني، منها اللي مكتوب كتير موجود في الكتب. لما نيجي نتكلم عن العقيدة عند المصري القديم إن شاء الله في مرة تانية هذكر ليكم التفاصيل دي. لحد بقى طبعا ما يتدفن خلاص، بيتدفن وبيكون محطوط معاه المية وأكل وطبعا في بردية، وبتزرع قدام القبر بتاعه شجرة جميز، لأنه كان يؤمن إن الرب حتحور بتأخذ شكل الجميزة، وكان بياكل من ثمارها عشان يقدر يكمل في الطريق للخروج للنهار لكي يمثل أمام المعبود أوزير. جميل جدا. فاكرين لما قلتلكوا إن المية اللي كان أو النبيذ اللي كان بيغسل بيه المتوفي والكلام ده كله ما كانش بيترمي، كان بيتعمل بيه إيه بقى؟ كان بيتدلق قدام مقبرته. ليه؟ ان هو جسمه او جزء كله او يعني الشخص ده كله موجود في مكان واحد. تمام. طيب تعالوا بقى ايه ننقل القصة للعصر الحديث دلوقتي. دايما لما نروح جزء اماكن فيها مقابر بنلاقي مقابر للأقباط ومقابر للمسلمين. العقيدة الإسلامية هو الشخص بيتكفن، بيتغسل ويتصلى عليه ويتكفن ويدفن في الأرض بدون تابوت بدون أي حاجة من الكلام ده كله، لأن هو أخذ من الأرض ومن الأرض سيعود وخلاص. تمام. لكن طبعا بما إن القبطي أو المسيحي واخد كتير من المصري القديم، نيجي نبص خد منه إيه مثلا. في أول خطوة طبعا إن هو طبعا بيتغسل وبيتكفن وبيتحط في صندوق زي المصري القديم، لكن مش بيبقى فيه نقوش طبعا. بعد كده بيتصلى عليه في الكنيسة، بعد كده بيخرج عشان يروح يدفن. طيب نيجي النقطة دي بقى، ايه اللي بيحصل؟ لو العين أو المكان اللي هيدفن فيه ده هو مش بيدفن، يعني مش كلهم بيدفنوا تحت الأرض، هو ممكن بيبقى في غرفة تحت الأرض لكن هو مش بيتردم عليهم يعني. بيفضل في صندوق أو في غرفة. المكان ده هو أول حد يدخله. القبر ده محدش دخله قبل كده. بيتاخد عيش ومية وملح وأحيانا نبات أخضر زي مثلا جرجير أو كزبرة والحاجات دي كلها، لأنها بترمز للحياة، اللون الأخضر والنباتات دي بتبقى ليها رمزية للحياة. آه، وأحيانا بيتحط كتاب مقدس يعني حاجة زي كده على حسب الشخصية اللي بتدفن دي. آه، وبيترش والحاجات دي بتتساب جوه، وبيجي قدام العين دي وبيترش برضه مية وبيصلوا وبيدفنوا الشخص ده. تمام. طب نيجي نبص لوجه الارتباط، ان هنا بيدفن في صندوق، هنا بيدفن في صندوق، هنا بيتطيب، هنا بيتطيب، هنا بيتصلى عليه، هنا بيتصلى عليه. هنا بيحيي فكرة الأكل اللي هو العيش والملح وال- والنبات والمية والكلام ده كله. مش لأنه هو بيعمل كده شرك أو حاجة، هو عادة اتخذت من عنده يعني، مش كل الناس بتعمل كده، بس هو في ناس اللي هم صعايدة عايشين في مصر أو في بلد الصعيد عموما بيعملوا كده. والموضوع بدأ يندثر شوية، ولكن هو ما ننكرش إن هو موجود، ومنا اللي عارف الموضوع ده. لو حد كبير عارف إن ده ممكن بيكون بيحصل لحد وقت قريب يعني. فبنلاقي إن ده ارتباط حاجة متوارثة. دي اللي أنا بشوفها حاجة جميلة جدا يعني، إن جينات أو صفات المصري القديم هي ما زالت فينا. لما أكلمكم عن متحف التحنيط، لما تروح متحف التحنيط في الأقصر إن شاء الله هتشوف حاجات كتير جميلة جدا. إنك تعمل متحف بيشرح التحنيط دي حاجة روعة 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 روعة. في إيه طيب؟ هتروح هناك هتلاقي أدوات للتحنيط، أدوات حاجة زي السكينة والملقاط وال اللي هو الخطاف اللي كان بيطلعوا بيه المخ، بيقطعوا بيه عساكر المخ. أدوات كتير. وهتلاقوا في متحف التحرير برضه، تلاقوا في متحف الحضارة، وهتلاقوا المتحف الكبير. هي مش أدوات قليلة يعني، لا اكتشفنا منها كتير، موجود منها برا مصر كتير. هتلاقي الأدوات المواد اللي استخدمها المصري القديم في التحنيط. هتلاقي الزئبق الأحمر. ايه ده، هو الزئبق الأحمر طلع حقيقي؟ لا هو مش حقيقي، بس هو حقيقي ومش حقيقي ازاي؟ هتلاقي هناك قارورة فيها سائل لونه أحمر. تمام. السائل ده ساعة ما اكتشفوا موميا كانت غالبا في سقارة، لقوا تحتيها سائل لونه أحمر، فخدوها
خدوه كده طبعا عينة منه او لموه كله في نفس الازازة دي وبدأوا ان هم يحللوه، واكتشفوا ان هو في مادة يعني فيها املاح ومعادن وبواقي من الاطياب وجزء من جسم الانسان نفسه، سواء كان بكتيريا او خلايا ميتة يعني. بس ذهبت عنها الأقاويل بقى، قالك إن ده زئبق أحمر بيبقى في زور الموميا وبيدي الخلود والكلام ده كله، ويطول العمر وبيشفي من الصحة ويشفي من الأمراض ويحسن الصحة، لكن كل الكلام ده أكاذيب. زي مثلا البلحة وعدة الكاهن ولبس الكاهن، كل الكلام ده شغل دجل. كل الكلام ده ترتيب من ناس بيعملوا غسيل مخ للناس اللي هي بتتاجر في الآثار يعني. لكن الموضوع عكس كده تماما، مفيش حاجة اسمها زئبق أحمر يبقى موجود في الموميا، هو بس قصة زي قصة لعنة الفراعنة كده، سائل لقيناه بحثنا عنه وطلعت عنه الأقاويل وخلاص. لما نيجي أكلمكم عن آخر حاجة، وهو إن الحيوانات المحنطة. المصري القديم لما نيجي نتكلم إن شاء الله في موضوع العقائد بتاعة المصري القديم، هنكتشف إن هو ما كانش، هو كان دايما موحد بالله وبيعبد إله واحد، ولكن كان برضه بيقدس الصفات الجميلة اللي موجودة في الكون أو الغير جميلة حتى اللي موجودة في الكون، وكان بيعتبرها قوة إلهية. بمعنى لما نيجي نتكلم إن المصري القديم كان بيقدس رع، فهو كان بيقدس قوة الإله الواحد الكامنة خلف قوة الشمس. تمام. لما يجي نتكلم عن حتحور، فهو كان بيشوف مثلا ايه الصفات الموجودة في البقرة حتحور، ان هي مثلا رمز للعطاء. كان طبعا في العقيدة بتاعته ان هي كانت تحمل مركب رع على ظهرها. في العقيدة بتاعته برضه ان هي تاخد شكل شجرة الجميز. كانت في العقيدة بتاعته ان حتحور دي هي الام والحنان والكلام ده كله، وهي رمز العطاء حتى في ديانات هندوسية، وهو تظل قائمة لحد النهاردة. لكن المصري القديم ما كانش بيعبد حتحور كبقرة، ما كانش بيجيب البقرة كده وان هو انا بعبد البقرة، لان هو كده كده في حاجة مش ناس كتير تعرفها. كان المصري القديم في كل معبد بيقدس فيه حيوان معين كان بيبقى حابس الحيوان ده. يعني مثلا لو قلنا في حتحور فكان في حاجة اسمها حيوان مقدس، ففي بقرة بصفات معينة هناك. لما تتكلم عن حورس في إدفو فكان في نسر معين هناك. لما تيجي تتكلم عن سوبك كان في تمساح هناك. فاهمني؟ فاللي هو يعني ما كانش يهاب هذه الكائنات، ولكن كان يخصصها ويقدس الصفات الإلهية اللي فيها. فكان لما يموت حيوان من دول ما كانش بيدفنوا كده في العراء وخلاص، لا، كان بيحنطوا وكان بيقدموا طقوس زيه زي البني آدم. نلاقي ده انت فين؟ مثلا في عندك السرابيوم في سقارة. كلنا طبعا اول ما نقول السرابيوم يقول لك ده لدفن العجل ابيس. تمام، هو نفس الفكرة او نفس المثال يعني. سريعا كده لو هنراجع اللي احنا قلناه، فاحنا اتكلمنا عن التحنيط في مصر القديمة، الفلسفة يعني ايه تحنيط وليه التحنيط، والمكان اللي كان بيحنط فيه المصري القديم، الطريقة والمدة والسعر والآلهة، الخطوات والأدوات والمواد. اتكلمنا عن التمائم، وذكرنا طبعا بعض الأمثلة من أقوال المصري القديم نفسه من المؤرخين اللي جم من بعده. اتكلمنا عن متحف التحنيط، اتكلمنا عن بعض الأمور المتوارثة اللي موجودة النهاردة. اتكلمنا في نقط كتير عن مثلا الحيوانات المحنطة. فأتمنى يكون إن أنا أضفت للي استمع للجزء ده حاجة جديدة، أتمنى يكون استفاد. اعذروني إن الموضوع ما كانش لايف على جوجل ميت، كنت غصب عني، لكن الفترة الجاية أوعدكم إن أنا هحاول إن يتقدم أحسن. إن شاء الله على الجروب هنزل لكم المصادر والتحضير. وإن شاء الله نتقابل في محاضرة تانية.